أنا كل ده نايمة ومش واخدة بالي إن الموضوع ممكن يوصل للدرجة دي. نايمة في بيتي ومرتاحة، وما كنتش أتخيل أبدا إن ده ممكن يحصل. بس يمكن أكون أنا السبب، أنا اللي وصلته لكده، أنا اللي خليته يفكر في الحاجات دي كلها. أحكي لكم الموضوع كله، بس في الأول عايزة أقول لكم إني ماليش ذنب خالص في اللي حصل، واللي حصل ده كان بعيد عني تماما. هقول لكم القصة وانتوا بقى دلوني، قولولي أنا السبب ولا أعمل إيه بالظبط. بصراحة طول الليل بفكر ومش لاقية أي حلول، عشان كده جيت لكم، يمكن انتوا اللي تدلوني. وقبل ما أبدأ حكايتي عايزة أقول لكم حاجة. انتوا فدتوني كتير قوي في قناتي الجديدة كلام ستات، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف، روحوا بسرعة وشوفوها، وشوفوا الحاجات اللي بتنزل هناك، بجد حلوة جدا جدا. اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعارات بكل الحاجات الجديدة والجميلة والحصرية اللي بتنزل عندي. يلا بينا نبدأ القصة ونشوف ايه اللي حصل لصاحبتي. بصراحة حكايتي غريبة قوي. أنا عندي 34 سنة، وحكايتي من ساعة ما اتجوزت بقالي سنين، وربنا لسه ما رزقنيش بخلفة. جوزي بعد جوازنا بسنة واحدة سافر بره مصر، سافر أمريكا وعاش هناك، وأنا كنت كل فترة أروح له زيارات. وبصراحة جوزي كان مرتاح ماديا جدا جدا، وعايش حياته هناك بشكل طبيعي خالص، وأنا ما كنتش عارفة اللي أنا فيه ده هيوصل لإيه. المهم بعد فترة ابتديت أحس بملل ووحدة، وحسيت قد إيه أنا لوحدي في الدنيا، وإنه مفيش راجل يحس بيا ويديني احتياجاتي كست. وإنتوا فاهمين قصدي، مش هينفع أوضح أكتر من كده. كلمت جوزي كتير، كل ما كلمه يقول لي ما انتي بتيجي، وكل ما بتيجي عندي كل يوم بيحصل بينا اللي انتي عايزاه. قلت له ما هو كفاية بعد ورجوع لمصر، وبعدين احنا اللي معانا يعيشنا ويكفي عيال عيالنا كمان لو خلفنا. قال لي مش لو خلفنا. قلت له طيب عشان خاطري ارجع، لكنه ما وافقش، وقال لي بصراحة أنا مش مرتاح في مصر هنا، أحسن لي، كل اللي محتاجه بلاقيه. وقال لي انتي لو عايزة تيجي تعيشي معايا تعالي. بس أنا بصراحة ما كنتش أقدر أسيب مصر، ودي كانت مشكلتي معاه. المهم فضلت هنا وابتديت أفتح مصانع تخص اللبس، لأن أصلا دي كانت شغلتي الأساسية. وفضلنا كده لحد ما حسيت إني محتاجة حد يشتغل معايا. في الفترة دي لقيت أختي بتقولي على ابنها إنه لسه متخرج من الكلية وعايز يشتغل، هي قصدتني أنا عشان أشغله. بصراحة فرحت، لأن حد مني هيخلي باله على شغلي، وطلبت منها كمان إنه يجي يعيش معايا، وهي فرحت جدا وما صدقتش. تاني يوم على طول نزلت جبت له أوضة شبابية جديدة من أحسن صالة موبيليا، وكمان جبت له كمبيوتر ومكتب، وخليته يجي يشوفها، وكان منبهر قوي بالبيت كله وبالأوضة الجديدة اللي جهزتها له. قلت له أنت من النهاردة متعين عندي في المصانع، وأنت المشرف، هتشرف على كل المصانع. بس قلت له أنا ليا شرط واحد، أنت قاعد هنا معايا مش كده؟ قال لي أيوة يا خالتي، وأنا طبعا هخلي بالي منك. قلت له أنا كل اللي طالباه منك إنك تقعد هنا وما تشوفش ولا تسمع ولا تتكلم. استغرب وقال لي مش فاهم. قلت له يعني ساعات بيحصل حاجة كده ولا كده في نفسي في أوضتي، فأنت بقى ما تركزش في أي حاجة وخليك في شغلك وبس. وهو ما اعترضش ولا حتى سألني إيه هي الحاجة دي، بالعكس وافق، وأنا بصراحة كنت مبسوطة إنه ما بيسألش. وعدت الأيام والموضوع ابتدى يزيد أكتر وأكتر، يعني بصراحة بقت كل يوم لازم يحصل كده. أعمل إيه؟ ما أنا زي ما حكيت لكم ست لوحدي، ماليش حد، وكل يوم أكلم جوزي يدوب يقول لي كلمتين يوصلوني وأنا أكمل مع نفسي. نورهان قررت تفتح مصانع ملابس عشان تشغل وقتها وتستغل الفلوس اللي جوزها بيحولها لها. وبعد فترة حست إنها محتاجة مساعد ومش لاقية حد ثقة. وقتها أختها عرضت عليها ابنها كريم اللي لسه متخرج من الكلية ومحتاج شغل. نورهان رحبت بالفكرة عشان يبقى معاها حد من العيلة، وطلبت من أختها كمان إن كريم يعيش معاها في البيت. أختها فرحت جدا ووافقت على طول. نورهان جهزت لكريم أوضة شبابية كاملة من أول الإفاف لحد الكمبيوتر عشان يحس إنه مرتاح. كريم أول ما شاف الأوضة كان منبهر جدا بالبيت كله، وحس إن خالته مقدراه. نورهان قالت له أنت هتبقى المشرف على كل مصانعي، بس في شرط واحد، تتجاهل أي حاجة تحصل في البيت. كريم وافق من غير ما يسأل، وده ريح نورهان. وعدت الأيام وكريم كان ملتزم بوعوده ومركز في شغله وبيعتني بالمصانع كويس. في يوم نورهان كانت بتكلم جوزها عادل في التليفون، اتخانقوا وما حصلش بينهم أي اتفاق.
نورهان حست بملل شديد وقررت تتفرج على فيلم. قبل ما تشغل الفيلم طلعت تتأكد إن كريم في أوضته ومش هيسمع أي حاجة. هي كانت متعودة كده، لكن اللي ما تعرفوش إن كريم كان سامع كل حاجة بتحصل في البيت وكان بيحاول يسيطر على أعصابه. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي منى، كنت متجوزة واتطلقت من 3 سنين عشان ما بخلفش. رجعت أقعد في بيت أهلي، أمي متوفية، واللي عايش فيه دلوقتي أخويا سامي عنده 23 سنة. أنا اللي مربياه من وهو صغير. جوزي وقتها بعد محاولات كتير للخلفة وعمليات ما نفعتش قال لي أنا عايزة أتجوز عشان أخلف. قلت له حقك تتجوز، بس أنا مش هينفع أكمل معاك، وطلبت الطلاق وخدت كل حقوقي ورجعت بيت أهلي. قلت لسامي أنا عارفة دي شقتك ومن حقك تتجوز فيها، أنا هدور على شقة تانية ولما تلاقي بنت الحلال خلاص. لقيته بيقول مفيش الكلام ده، انت أختي وحبيبتي ولسه بدري قوي على الجواز. أنا مبسوط إنك هتقعدي معايا وهترحميني من أكل الشارع والوحدة. قلت له طيب يا حبيبي. قلت له انزل كده لف 2 3 لحد ما روق الشقة. قال لي ولا هيحصل، أنا معاكي، هننظف الشقة سوا. وبدأنا فعلا نمسح ونكنس ونروق الشقة. كانت شبه زريبة، تراب وزبالة وكراكيب سنين. قلت له ازاي عايش في الزريبة دي؟ رد وهو بيضحك: خلاص بقى يا منى. قعدنا نروق لحد آخر النهار، اتبهدلنا حرفيا. الشمس غربت بس الشقة بقت بتنور من نظافتها. بعد ما خلصنا قلت له انت جعان؟ قال لي ايوه طبعا جعان موت. قلت له انا مش هقدر اطبخ، وريني، خد فلوس وانزل هات اكل على بال ما اخد دش واروق. سامي لبس ونزل وانا دخلت الحمام، واول ما طلعت لابسه الفوطه لقيته رجع ومعاه الاكل. دخل وقال لي حطي الاكل على الترابيزه بسرعه، انا هموت من الجوع. قلت له جبت ايه؟ قال كفته، يلا عشان ناكل قبل ما تبرد. قعدنا ناكل ونهزر ونضحك، هو يوكلني وانا اخطف له اللقمه من بقه. ضحكت ضحك ما ضحكتوش من زمان. قلت له يا سامي ده انا من زمان ما ضحكتش كده. قال لي خلاص من النهارده هتضحكي كل يوم. بعد ما خلصنا رحنا نغسل ايدينا، هو كعادته ما لقاش فوطه، راح نشف ايده في الفوطه اللي انا لابساها. قلت له يا مجنون بتعمل ايه؟ قال لي بنشف بالعند فيكي، وراح منشف بقه كمان. قمت ضربه على كتفه، راح هو ضربني. جريت وراه، الفوطه اتفكت وهو واقف يضحك. لميت الفوطه بسرعه وقلت له بس بقى. دخلت اوضتي بسرعه، لبست ترنج ورجعت له تاني. بدات اضرب فيه وهو يهزر ويضربني تاني، وانا اقول له اوعى يا ود، يقول لي مش هتضربيني تاني، عادي يا حرامي. ولما اسيبه اضربه تاني لحد ما في الاخر اتمكنت منه وضربته لحد ما تعبنا من الضحك والهزار. بعد ما خلصنا هزار وضحك سامي قال لي ايه رايك نخرج؟ انتي بقالي كتير ما فسحتكيش. قلت له يا ريت، نفسي اروح النيل اشم هوا واكل ذره. قال لي خلاص يلا استعدي، انا هدخل اغير هدومي